ثقافية خفيفة كل يوم بنهوى على قناة النيل الثقافية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة وثقافية كثيرة. النهارده احنا موجودين معاكم على مدى ساعتين، معانا مجموعة من الفقرات المتنوعة والعديدة الثقافية اللي نتمنى إن شاء الله إنها تنال رضا وإعجاب حضراتكم. هنسعد بحضوركم على مدى الساعتين. أنا أمل الحمامي وزميلتي رنا مكي. أهلا تأثيري عمل تأثير مشاهدينا الكرام في كل مكان. النهارده يوم جديد من ثقافية كثير مليء بالفقرات المميزة والمختلفة. النهارده هيكون معانا أمل 5 فقرات. هيكون معانا الفقرة الأولى مع الأستاذ حسن عبد الفتاح، وهو يعني حصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة النور المكتوبين لصنف الآداب قسم الفلسفة بجامعة عين شمس. هنتكلم معاه عن اتجاهه ودخوله لمجال التنمية البشرية. الفقرة الثانية هيكون معانا الأستاذ عماد سالم، وهنستمتع مع حضراتكم بشعر العامية. الأستاذ عماد سالم مش بس شاعر، إنما هو أديب شامل، هو بيتنوع إنتاجه بين الشعر والقصة والمسرح والمقال. والنهارده هيكون معانا أحدث ديوان ليه، وهو ديوان الحب في ميدان التحرير. وطبعا هنتكلم عن ثورة 25 يناير، فانتظرونا في الفقرة الثانية مع شعر العامية. كمان هيكون معانا في الفقرة الثالثة مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم مرة ثانية. والنهارده بيسعدنا يكون معانا فقرة عن شعر العامية. سعدني وجود الأستاذ عماد سالم. تأثير وأهم حضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. أستاذ عماد، في البداية حضرتك عايز تبدأ بحاجة للشعر الإجداء لكل مشاهدنا. تقدر تجري بسرعة صوتك؟ طبعا لا. تقدر تدفن جوه سكوتك كلمة حق؟ ممكن أيوه ويمكن لا. لكن تقدر ترسم ضحكة ما تضحكهاش. تفضل تروس أجمل وردة ما تقطفهاش. تصبح ميت لكن أجدع واحد عايش. عارف ليه؟ علشان بكرة بتاعك انت، شبهك انت ولسه ما جاش. علشان حلم الناس الزرقاء دوخة وزنقة ما يلزمناش. خليك صابر، يمكن آخر صبرك خير. يمكن حد يداوي جناحك ترجع طاير وسط الطير. انت بخير، لسه بخير، لسه بخير. يا رب أيامنا كلها تبقى بخير يا أستاذ عماد.